فيروس الكورونا ما بيقدرش يعيش في المناطق اللي المناخ فيها بيكون حر أو رطب، وانت ممكن تقتل الفيروس لما تغسل أنفك بمحلول ملحي أو تعمل غرغرة لبقك بمية وملح. وخلي بالك التوم مهم جدا في الوقاية من فيروس الكورونا وإنك تتغلب عليه، ولازم تتخلص من الحشرات زي البعوض والذباب علشان العدوى ممكن تنتقل ليك عن طريقهم. ومجففات الإيد فعالة جدا للقضاء على فيروس الكورونا، وكل يوم لازم تاخد شاور بمية سخنة علشان تمنع الفيروس إنه يدخل لجسمك. وكبار السن هم أكتر فئة ممكن تصاب بالمرض، فلو أنت سنك صغير ما تخافش من الإصابة بالفيروس. للأسف كل دي معلومات غلط منتشرة بين الناس، وفي الفيديو هنعرف إيه هي المعلومات الصح من موقع منظمة الصحة العالمية. خليكم معانا. ده يا جماعة موقع منظمة الصحة العالمية علشان تتأكدوا من كل معلومة هقولها في الفيديو. وهنبتدي بأول نقطة، وهي إن فيروس الكورونا ممكن يتنقل عادي جدا في الظروف المناخية الحارة والرطبة. فبغض النظر عن درجة الحرارة لازم تاخد احتياطاتك عن طريق إنك تغسل إيدك باستمرار وتتجنب ملامسة العين والأنف والفم. وتاني نقطة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي إنك تعمل غرغرة لبقك أو تغسل أنفك بمية عليها ملح أو خل علشان تقتل فيروس الكورونا. بس منظمة الصحة العالمية نفت الكلام ده، وقالت إن مفيش أي دليل بيثبت إن المحلول الملحي بيساعد على الوقاية من الكورونا، ولكن هو ممكن يساعدك إنك تخف بشكل أسرع لو أنت مصاب بدور برد عادي. بس للمرة التانية المية والملح والخل مش هتحميك من الإصابة بفيروس الكورونا. وتالت نقطة هتكلم عنها هي التوم، والمكتوب هنا إن التوم ليه فوائد كمضاد للبكتيريا، بس مفيش أي دليل بيثبت إنه ممكن يحميك من الإصابة بالكورونا. وبالنسبة للحشرات زي البعوض والذباب فهي مش بتنقل الفيروس، ومكتوب هنا إن فيروس الكورونا بيتنقل للجهاز التنفسي عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص تاني مصاب بالمرض. وعلشان تحمي نفسك مفروض تغسل إيدك بصابون أو كحول وتتجنب الاختلاط المباشر بأي شخص عنده كحة أو أي عرض. وخامس نقطة أتكلم عنها إنك لما بتاخد شاور بمية سخنة دي حاجة مش هتمنع دخول الفيروس لجسمك، فمهما كانت درجة حرارة المية سخنة جسمك بيفضل محتفظ بدرجة حرارته من 36.5 ل 37 درجة. وبرضه كاتبين إن أفضل طريقة تتجنب بيها الإصابة هي إنك تغسل إيدك باستمرار وتتجنب إنك تلمس العين والأنف والفم. وبالنسبة لمجففات الإيد اللي بتكون درجة الحرارة فيها عالية برضه دي مش بتساعد على الوقاية من الكورونا. وآخر نقطة هتكلم عنها مهمة جدا، فمعظم الناس فاكرة إن كبار السن هم الأكثر عرضة للمرض، بس لو أنت سنك صغير وعندك أي مرض بيضعف من الجهاز المناعي هتبقى معرض برضه بنسبة كبيرة لفيروس الكورونا. وحتى لو أنت مناعتك كويسة فممكن فعلا ما يحصلكش مضاعفات من المرض، بس ممكن تنقله لشخص تاني كبير في السن، فخلي بالك من صحتك وصحة الناس اللي حواليك. ولو أنت عايز تقوي المناعة بتاعتك بشكل عام علشان تحمي نفسك ممكن تشوف آخر فيديو على القناة وهيفيدك بشكل كبير جدا إن شاء الله. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتقول رأيك في الكومنتات علشان نوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. كان معكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا لكم.